رأيكم النهاردة نتكلم عن مسجد بيوصف انه ذرة العمارة الإسلامية في الشرق، وبيعد من أكثر الآثار الإسلامية في مصر تناسقا وانسجاما. مسجد السلطان الناصر حسن أو مسجد السلطان حسن زي ما كلنا بنقول. المسجد بيمثل مرحلة نضوج العمارة المملوكية. أنشأه الناصر بدر الدين أبو المعالي حسن ابن الناصر ابن محمد ابن قلاوون، اللي تولى عرش مصر الولاية الأولى كانت في الفترة ما بين 1347 ل 1351 ميلادية، والولاية الثانية كانت في الفترة ما بين 1354 ل 1357 ميلادية، كسلطان للدولة المملوكية بمصر والشام والحجاز واليمن والعراق وأفريقيا. وكعادة السلاطين المماليك إن هو بيتم إنشاء مسجد بيكون في ضريح يدفن فيه ومدرسة تدرس العلوم الدينية. أمر السلطان حسن بإنشاء المسجد والمدرسة لتدريس المذاهب الأربعة وبعض العلوم الدينية زي تفسير القرآن والحديث، وتم استغراق إنشاء المدرسة والمسجد حوالي 6 سنوات. بدأ العمل فيهم في 757 هجريا 1356 ميلادية، وتم الانتهاء منهم في 764 هجريا 1363 ميلادية. لكن السلطان حسن ما اندفنش في المسجد بتاعه ولا في الضريح المخصص له، وده لأن السلطان حسن اتقتل قبل الانتهاء من بناء المسجد ولم يتم العثور على الجثة، واللي دفن في الضريح بعد كده ولاده. اتعرض المسجد للعديد من عمليات الترميم وإعادة البناء على مر العصور. ما هو اسم اليوم الذي نجا فيه سيدنا موسى وأغرق فرعون؟